وأزراء بونو الذي كان بطلا كحل كل نجوم المنتخب المغربي في هذه المباراة. مرة أخرى كابتن محمد أبو تريكة بونو يقدم مباراة كبيرة في استمرار لمسيرة رائعة على المستوى الشخصي انتهت بإشبيليا وصولا إلى كأس العالم وربما إلى محطات قادمة كبيرة لواحد من أفضل الحراس على مستوى العالم الآن. وشخصية كبيرة محمد، يعني هو هادي مشاعر برضه سعيد وكل حاجة، بس حتى في ركلات الترجيح كان هادي تماما ومحضر نفسه كويس. حتى الكرة بتاعت سرابيا ضربة الترجيح الأولى راح معاها اللي جت في القائم. فهو من الحراس الممتازين، ردة فعله السريعة، شخصية كبيرة، ما بيخافش، زي ما بقول إمكانيات كبيرة. دي أول ضربة رايح معاه وجت في القائم. اختيار دايما المسددين الأوائل دايما بيبقى حاجة مميزة للمدرب، ما اعرفش بقى شوف التصدي الثاني وكل من أشرك ليسدد أضاع بيضيع. حتى بدر بنو اللي غيره وليد، شوف يستنى ويروح ياخد، شوف اللعيب هياخد القرار فين، شمال أو يمين، ويروح عليه طول التراي بتاعه. فمحضر نفسه كويس جدا جدا جدا. حارس مرمى أسطوري هنا. شكرا مرة أخرى. بارك الله فيك. يوسف، لو تحدثت معك قبل كأس العالم في مجموعة فيها كرواتيا بلجيكا كندا، قلت لك ستكون المركز الأول ب7 نقاط، ستفوز على منتخب بلجيكا، ثم ستقصي إسبانيا من الدور 16 وتذهب إلى ربع النهائي، تشاهد مباراة أخرى بين البرتغال وسويسرا، تشرب الشاي الأتاي وتاكل كعب غزال وتنتظر من ستلعب معه في ربع النهائي. هل كنت ستصدقني؟ نعم، أنا توقعي كان محمد، توقعي وعندي في الدفتر، وعندي مع إسبانيا في ثمن النهائي، وتوقعت المغرب يفوز، لكن في ربع النهائي كانت نهاية المسيرة في ربع النهائي. لكن نتمنى إن شاء الله أن يذهب بعيدا، يعني كل إمكانيات وشاهد المنتخب. طموحنا صار أكبر الآن، طموحنا صار نصف نهائي أكبر، لأن عندما تشوف المنتخب إسبانيا وتشوف كرواتيا وتشوف بلجيكا، الآن ننتظر البرتغال كذلك مع سويسرا من سيفوز. بالتالي الآن أصبح طموح أكبر، كما قلت ثقة أكثر مع لاعبين. المشكل الوحيد هو الإصابات، هل سيكون جاهزين للمباراة المقبلة؟ لكن أنا في اعتقادي الآن هناك ثقة. كما قلت لك، كان الهدف الأول هو تجاوز دور الأدوار الإقصائية، الدور الثاني. الآن الهدف تحقق، الآن ربع النهائي إن شاء الله تأهلنا الربع النهائي، نلعب بكرتنا، نلعب بنفس الأسلوب، نلعب طريقتنا نلعب بها. المدرب يختار تكتيك اللي يناسب المباراة، يا اما البرتغال او سويسرا، لما لا؟ هذه فرصة كبيرة محمد، يعني لن تتكرر، خصوصا تلعب في بلد عربي في كأس عالم وعندك جمهور، تحس انك في كازابلانكا ولا في الرباط وفي بلد عربي او في قنيطره. دائما تنسى تنسى جذورك، عكس اللاعبين هم كلهم راحوا لعبوا، اما انت كل مره الرباط وكذا وتنسى قنيطره. لا، قنيطره تنسى جذورك اول مدينه. لا بالعكس، ولا تنسى جذورك. فبالتالي كما قلت يجب ان الاستمتاع بهذه المباراه، بالاجواء الان وغدا تبدا فقط الليله، ثم نبدا صفحه ربع النهائي. نعم نبدا، هناك الاحتفالات قادمه ان شاء الله، لكن الان خلينا نركز اكثر. المغرب، الشعب المغربي فرحان ان شاء الله. نحب أن نبقى بعيدا في هذا المونديال، نبقى على أعمال العرب كلها في هذا المونديال. لما لا الوصول لنصف النهائي أو حتى النهائي؟ لما لا؟ الآن أصبح الطموح كما قلت أكبر. وإحنا معزومين على العشاء من يد والدة أبو تريكة الله يحفظها بعد هذا الاستوديو، وفرصة هناك يعطيك عسل مصري عشان ترجع صوتك قبل استوديو ربع النهائي. تعرف المحشي الشبت؟ لا، اليوم راح نعرف الشبت. طيب دعونا الآن نستمع لوليد الرقراقي مدرب المنتخب المغربي المواطن الذي قاد منتخب بلاده إلى أكبر إنجاز كروي في تاريخ المغرب. نتابع. سي وليد، ألف مبروك. واش هذه حقيقة ولا حلم؟ وشنو سر هذا النجاح؟ وحلمناها، قلتها في كونفيرونس دو بريس، ولا ما حلمتيش ما توصلهاش. شوف الدراري كانوا رجال اليوم، اللي داروا اليوم فجري. عندنا الدراري اللي كيلعبوا بليسي، الدراري اللي عياو وكيتقاتلوا. فين غنمشيو ما نعرف بالحق. بعدا فرحنا الشعب المغربي، هادشي اللي كان كيهمنا، ندخلوا في ليستوار. واش غنقول لك، واحد النهار اللي غيكون كبير في المغرب، بان لي المغرب غيتفرقع اليوم، حق يستاهلوا. عطينا الماكسيموم، وقلت لهم ديما ديروا النيه. شفتي ضربه بوطو في الاخر، اسمع الله كبير. ملي ما كانش ديك ليبوكريزي، ملي ما كانش ديك ليغويسم، الله كيسهل. وهادشي اللي كان جمعنا الشعب، وهادشي اللي كيهمنا. قلتي قبل لما لا نفوزوا بكاس العالم، باقي لك 2 ماتش على الفينال. بالحق دابا شوف غنرتاحوا، اون با بروفيتي اليوم باسكو اسبانيا واحد فرقه اللي كبيره، عذبونا، جراونا.
بحق الدراري ما تلقوش تكتيكمون كانوا عارفين شنو بغينا نديرو. جاونا دي زوكازيون بالحق لو بلان كان اللي كنت كنحلم به. دابا شوف ما درنا والو بحال اللي قلت يفو ريكوبيري غنشوفوا مع شكون غنلعبوا وان شاء الله. علاش لا علاش قد ما درنا والو هي احسن هو ما حاجة. درنا والو. كل الله توفيق ان شاء الله. شكرا. هكذا كانت فرحة الجمهور المغربي في الدار البيضاء أولا ثم في العاصمة الفرنسية باريس. وفي هذه اللحظات تأتيكم لقطات على الهواء مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس من شارع الشانزليزيه الشهير، حيث تحتفل الجماهير المغربية والعربية الآن بتأهل المنتخب المغربي إلى دوري ربع النهائي في إنجاز تاريخي. قبل ذلك استمعنا لوليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي الذي أشاد كثيرا بروح نجوم المنتخب المغربي، أشاد أيضا المنتخب الإسباني، قال تعذبنا اليوم أمام المنتخب المغربي وأشاد بالروح، وتحدث في النهاية عن أننا لم نفعل أي شيء، نغلق صفحة الدور 16 نركز على الدور ربع النهائي. وأهم ما ذكره أننا حلمنا، والأغنية الرئيسية لهذه البطولة نحن الحالمون. المغاربة كانوا حالمين في التأهل إلى أبعد مدى، حققوا ذلك، كما كانت قطر تحلم في أن تستضيف للمرة الأولى كأس العالم على أرضها في إنجاز عربي يحدث المرة الأولى. إلى أرضية ملعب المباراة الآن ونحن جميعا حالمون. إلى باسل. فعلا حالمون، واليوم المغرب لن تنام، الاحتفالات ستستمر حتى الصباح، وأيضا أعتقد أن عزيز لن ينام، أو هذه أول مرة أشاهد عزيز هكذا. الصراحة كما قال بوسعدون فهذا الحلم أصبح حقيقة وازداد طمح، لكن لازم نقول بأن هذا الفوز هدية لكل المغاربة، لكل العرب، لمونديال قطر، لأن صراحة المغرب ألهب هذا المونديال اللي في الأول كان يقال أنه عربي وهو فعلا مونديال عربي. شكرا قطر، وشكرا لكل الأسرة الحاكمة الداعمة، وشكرا لكل الناس اللي جاوا وثقوا في هذا المنتخب المغربي، لأن اللاعبين الصراحة كان هناك تطبيق لاستراتيجية بطريقة رائعة. كما تخيلنا المباراة صارت المباراة من دقيقتها الأولى إلى دقيقتها الأخيرة بدون أي خطأ، وهذا مهم جدا. برافو لكل اللاعبين، برافو للشباب. صحيح سوف نستمر إن شاء الله، لكن لازم أيضا يأخذوا قسط من الفرح اليوم، لازم الكل يفرح بالفوز، وغدا إن شاء الله نبدأ صفحة جديدة. طبعا إذا عدنا لتفاصيل المباراة والمنتخب الإسباني الذي بدأ قويا في هذه المباراة بطريقته الاعتيادية بالاستحواذ بحثا عن ثغرة، ولكن اليوم لم يجد ثغرات حتى مع